السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل متابعين؟ النهارده هنعمل مع بعض الفراخ المشوية منتهى الجمال، حلوة جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. بصوا، تحفة جدا. احلى فراخ مشوية تقدري تعمليها بتتبيلة حلوة جدا، وهنعملها مع بعض وهنمشي الخطوات مع بعض. بصوا، حلوة قوي قوي، ولا هتحتاج منك فرن ولا هتحتاج منك فحم ولا اي حاجة. دي فحماية صغيرة بنطفيها بس كده بيها في البداية. احلى فراخ مشويه هتشوفوها. بصوا، مستويه جدا، ناعمه وحمراء جميله. التوابل بتاعتها حلوه قوي، الملح بتاعها مظبوط جدا جدا، والسوا بتاعها في منتهى الجمال. مش هتاخد منك اي وقت خالص. تعمليها في صينيه على البوتاجاز، تمام. تحطيها على الفرن، على عين البوتاجاز من فوق. بصوا الفراخ عامله ازاي، دايبه يا جماعه، دايبه دوب خالص. سواء الوراك سواء الصدور، انا عامله صدور ووراك طبعا. حلوه قوي قوي قوي. بصوا الفراخ معايا، انا كنت جايبه الفراخ دي وغسلاها وشايلاها في الفريزر، تمام. نزلتها، اديتها بس شطفه كده، وانا كنت قاطعه الصدر كده شقه واحده بس. هوريكم بعد كده هنقطعه تاني مع بعضينا، تمام. بصوا الجلد بتاع الفراخ، انا كنت وانا شايله الفراخ متبلاها ببصله كده وملح وفلفل وبهارات، وبحط من تحت الجلد عشان اللحمه بتاع الفراخ بتاعي يبقى متشرب كده منها. الصدور مغسوله ونضيفه وزي الفل زي ما انتم شايفين. وهنجيب معانا بقى التتبيله بتاعتنا. معايا 2 طماطمايه، ومعايا قرن فلفل اخضر او احمر، معايا بصلايه، تمام. دول بس الحاجات اللي احنا بنحطها. هنجيب معانا الكبة بتاعتي، وهنبتدي نقطع بقى في الخضار بتاعنا مع بعض، تمام. هنقطع الفلفل الرومي اي تقطيع كده عشوائي، كده كده الكبة بتفرم الحاجات ديت اهو. ونقطع البصل ونقطع الطماطم، هنقطع الحاجات دي كلها وهنديها ضربتين كده. بعد كده نبقى نضيف التوابل مع بعض. عايزه تزودي ده على حسب الكميه بتاعتك. انا دي عشان كنت حاطه فرخه ومعاها صدرين فحطيت الكميه دي، تمام. مش بزودها ميه ولا اي حاجه. لو بتعمليها في شفشق الخلاط ممكن تزوديها ميه، انما انا بعملها هنا في الكبه فمش هزودها ميه ولا اي حاجه. اهو انا بوريكم وانا بضربها. بصوا، تقدري تعمليها لو ما عندكيش كبه، تقدري تعمليها في الشفشق بتاع الخلاط. ما عندكيش خلاط تقدري تبشري البصل والفلفل والطماطم. تتصرفي، ما تقفيش في اي حاجه. ما فيش ولا ده ولا ده ولا قادره تبشري، خرطيهم قطع صغيره ودعكيهم بالتوابل اللي هنقول عليها دلوقتي. اهو بص معانا هنا البهارات، تمام. حطي معلقه من البهارات، انا بحط كده بالبركه عشوائي يعني، بس برجع بدوق الخلطه، ولو لقيتها محتاجه حاجه بضيف معلقتين ملح. اهو تقدري تضيفي اكتر، بس انا كنت متبله الفراخ زي ما بقول لكم قبل كده. لما بجيب الفراخ بغسلها، ودايما بحب اتبلها واشيلها عندي في التلاجة، بتبقى جميله جدا. هنضيف معلقه فلفل اسمر، يبقى بهارات وملح وفلفل. هنكمل بقيه التوابل بتاعتنا. معانا جوز الطيب، لو الحبايه كبيره تقدري تبشريها. دي كانت اخر قطعه صغيره فانا ضفتها عشان تتحن كلها مع بعضها، بتدي ريحه حلوه جدا جدا. وهنضيف معانا ورق لورا، وهنضيف كمان حبهان لسه هضيفه اهو. كل التوابل اللي انت بتحبيها. عايزه تحطي بصل بودر حطي، توم بودر حطي، بس انا مش بحب احط التوم. اهو الحبهان. انا بقى عشان حاطه بصل مش حاطه بصل بودر. دي التتبيله بتاعتي، فانا كنت نسيت ان انا اضيف البابريكا. ضفت عليها معلقه من البابريكا، تمام. وانا حاطه بقى الفراخ بتاعتي كده في الصينيه عشان تصفي. هنجيب قطعه قطعه وهندهنها، هوريكم بقى ندهنها ازاي. اهو انا جبت الصدر بتاعي، انا كنت شقاه قطعه واحده بس. بصوا يا جماعه، انا بعمله كده بالسكينه بس مش بفصله. ليه انا بعمله كده؟ علشان بحب التتبيله تخش في كل حته فيها، وكمان التقطيع ده بيساعد ان انا في السوا بتاع الفراخ،
تمام اهو. بحط الاول من تحت، ما برصش الفراخ واروح دلقه عليها واسيب تحت ما فيهوش، لا يا جماعه، ببتدي من تحت الاول بعد كده من فوق. تمام. ده صدر انا ما كنتش مقطعاه، فزي ما انتم شايفين كده اهو انا بغزه كده بس مش بفصله خالص. تمام. لو حابه تعمليها زي، على فكره بيبقى في التقديم شكله حلو، وكمان في الاكل بيبقى سهل قوي، تقدري تقطعي منه وتاكلي، بتبقى حلوه قوي قوي. بجد جربيها، انسي كل الطرق، دي طريقه سهله وسريعه جدا. حتى لو انت مش متبلاها، بصوا انا بوريكم باكد عليكم، لو انت حتى مش متبلاها ولسه جايباها من الماركت او من عند بتاع الفراخ، وتقدري تغسليها وتعمليها كده على طول. حابه وعندك وقت ان انت تركنيها شويه، تمام. ما ركنتهاش، هي اصلا بتشرب وطعمها بيبقى روعه جدا اهو. ده كان صدر فرخه، بس كان صدر كبير قوي، فانا قطعته اتنين بالطول، فبالتالي الجزء اللي فوق انا تبلته، الجزء اللي تحت ده مش محتاجه انه يتقطع، فحطيت عليه كده اهو. بكمل بقى كل قطع الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين. انا ما فصلتش الفيديو علشان ده هداء مني لبنوتي، عشان تبقى ذكرى ليها، علشان تشوف الفراخ بتتبل ازاي وتبقى تتعلم مني. تمام اهو. كل جزء بحط عليه من التتبيله دي. ودي معايا الكبده والقوانص اهو، برضو بتبلهم وبحطهم، طعمهم بيبقى تحفه قوي برضو بالتتبيله دي. تقدري حتى تعملي الكبده والقوانص بالتتبيله دي يا جماعه، من غير الفراخ ولا اي حاجه. لو عندك كبده وقوانص اضربي لها كده زي الحاجات ديت، نفس التتبيله، وحطيها عليها، ما تسلقيش ولا تعملي، بتبقى تحفه. ودي بقى الحبه الباقيين انا بضيفهم كلهم لو في اماكن انا مش حاطه فيها. وبعد كده بضيف كوبايه ميه وازودها تاني ملح وفلفل وادوبها عليها واحطها على الفراخ. ليه انا بضيفها؟ عشان الفراخ تستوي بيها. تمام. لو انا عاملاها في الكيس الحراري اهو زي ما انتم شايفين، لو عاملاها في الكيس الحراري ما بحتاجش ان انا احط ميه، انما طالما في الصينيه بحتاج ان انا احط ميه يا جماعه. وكمان لما برفع لما بحطها تستوي باكد عليها كل برضو فتره كده، بسيبها تاخد غلوه على البوتاجاز، وبعد كده بوطي. لو لقيتها ان الشوربه اللي فيها دي خلصت ومحتاجه، بحط حاجه بسيطه جدا، معلقتين ثلاثه. تمام. مش بغطيها بقى بغطا، بعمل حاجه حلوه، بغطيها بورق فويل. ليه؟ الغطا ممكن يبقى موارب، ورق الفويل يا جماعه ممتاز، بيطلع الدخان والبخار والغليان، والبخار يرجع يرد تاني على الفراخ، فبتستوي من فوق ومن تحت، فبتبقى في منتهى الجمال. وكده الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين، انا ولعت عليها على البوتاجاز من فوق، لما غليت وطيت وطلعتها بقى دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله، تحفه جدا زي الفل. سخنت لها فحمايه وحطيتها عليها ونقطه زيت وطشيتها بيها. الفراخ مش محتاجه ولا فرن ولا شوايه ولا اي حاجه. لو بس انت فراخك لقيتيها بيضه شويه تقدري تحطيها عندك تحت الشوايه، بس هي اصلا مش محتاجه شوايه. بصوا هي لونها جميل ازاي. واتمنى بقى ان الطريقه بتاعتي تعجبك، التتبيله بتاعتي والتسويه بتاعتي. واللي اول مره يشوف القناه ما ينسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب، مع احلى واطعم تتبيله للفراخ المشويه الصحيه الجميله جدا، بدون دهون بدون زيوت بدون اي حاجه خالص، احلى من السلق بكتير. ماشي. ودمتم في رعايه الله.